مرحبا للجميع. هذه كيكتي التقليدية والأساسية اللي دائما أسويها ومتعودة أسويها، طبعا بدون حتى إضافات أو كريمات، وبدون حتى خفاق كهربائي أو يدوي. أول شغلة خلينا ننتبه لها إنه نحضر القالب من البداية. طبعا القالب مالتي بهذا الشكل، اشتريته من سوبر ماركت الزهراء، ورشيته دهن، يعني مسحته بدهن ورشيت عليه طحين. خلاص خلصنا القالب، تركه على صفحة. بالنسبة لأدوات القياس، أنا صراحة دا أستخدم هذولي كأدوات قياس، اشتريتهم من سيبر. وبالنسبة للطحين، طحين صفر صراحة، أي نوع طحين مثل هذه المرة مستخدمته روح الثقة. أنا كل مرة أستخدم زير، بس بيوم اللي رديت أصور الفيديو لقيته ماكو. اللي دا تشوفوهم هذول هم المكونات الأساسية التقليدية للكيكة: طحين كوبين، فانيلا ظرفيا، حليب كوب واحد، بيضتين. بصراحة أنا كلش ما أحب البيض، يعني مرات أستخدم حتى بيضة واحدة. 3/4 كوب زيت، شكر كوب واحد، طعمها متوسط، كثر وأكثر يصير طعمها حلو شوية. خاشوقة خاشوقة ملح، وخاشوقة هيل مطحون. هالمرة سويتها بهيل، ما عندي فانيلا. قلت لكم ما عندي حتى خفاقة، سويتها يعني بهذه العودة الخشب. أول شغلة نسويهم نخلط المكونات الجافة سوا، وبعدين نتركهم على صفحة، اللي هو طحين، فانيلا، وملح، وأتركهم هم والحليب على جهة. أرجع للمكونات الباقية، هن المكونات السائلة. أكسر البيضتين وأخلي عليهم الزيت وأخلي عليهم الشكر، وأبدي أضربهم. خليتهم بطاسة كبيرة صراحة، وهسه أبدي أخفقهم. بعد الخفق هذا شكلهم، وحيكونون يمكن بنفخة أكثر إذا استخدمت خلاط كهربائي، يعني يفرق هنا النفشة مالت الخلط. بعدها أروح المكوناتي اللي هي طحين والحليب، وأبدي بالخطوة اللي ناس يسموها هو تكنيك الكيكة، إنه أخلي شوية طحين وأخلط، وبعدين أخلي شوية حليب وأخلط، وأرجع أكرر هاي العملية. أخلي شوية طحين، أخلي شوية حليب. وصلنا كلش للأخير، كون القوام يصير هسه أنا شوفوا تحسوه ثقيل، لأن خلي الطحين لازم أكسره بالحليب، فأخلي حليب. هنا هذا القوام النهائي للكيكة اللي تصير هيك يعني بسرعة ينزل. صراحة هذا القوام اتس اوكي، بالرغم ان انا عندي حليب، فراح اترك الحليب الباقية، لانه خلاص هاي اللي هنا كيكة عاجبني، يعني عاجبني قوامها. نرجع لقالبنا اللي محضرين بالبداية، نخفقها اخر شي، ونخلي الخليط بالقالب. ومن بعدها مباشرة نوديها الصينية، يعني نودي القالب للفرن شوي. هناك درجة الحرارة تختلف من قالب لقالب، بس هي على العموم 180 الجهة الجوة. وبعدين نشعل اللي فوق هيجي بس يتحمص الوجه. هذه شكلها بعد ما طلعتها صراحة. بالرغم هالنوعية من القوالب صراحة أنا أشوفها مزعجة، اللي ما بيها فتحة من الوسط، يعني يستوي الأطراف وبعدين يظل الوسط ياخذ وقت زايد. بس أنا ما كنت أحب هالقالب، بس بعدين تعودت أسوي بكيك. هنا أريد أشوفكم وأني أقلبها، يعني شنو اللي يبقى على القالب هذا مثل ما تشوفون. وهذه أتصور بس اللي هو الطحين والزيت اللي خليناه بالبداية، الدهن. وهذه شكلها بعد ما قلبتها.